في قلب الصحراء التي لا ترحم، حيث تحكي الرمال قصص من عبروا ولم يعودوا. كانت هناك قصة رجل بدأ من نقطة الصفر وصعد إلى عنان السماء، ثم سقط كما تسقط النيازك محترقة في آخر الليل. هذه قصة معمر القذافي، الفتى البسيط الذي كان لديه حلم. في خيمة صغيرة حيث لا كهرباء ولا ماء، ولد طفل عام 1943 في منطقة سرت. كان والده رجلا بسيط يعيش كما عاش أجداده منذ مئات السنين. كانت أمه تطحن الشعير لتصنع له الخبز، وكانت النجوم سقفهم الوحيد. ذلك الفتى معمر كان ينام على الأرض واستيقظ مع أول نداءات الأذان. كان يحلم وهو ينظر إلى الطائرات التي تمر في السماء متسائلا: لماذا هم هناك في الأعلى ونحن هنا في الأسفل؟ لماذا لديهم كل شيء ونحن لا نملك سوى الغبار والعطش؟ كانت النار تشتعل في داخله. لم يكن يريد أن يكون رقما في سجل الفقراء. حفظ القرآن في كتاب القرية، وكان ذكيا لماحا. انتقل ليدرس في مدينة سبها، وهناك بدأ الحلم يكبر. كان يقرأ عن الثوار، عن جمال عبد الناصر، عن حركات التحرر. كان يرى في كل ظلم كأنه واقع عليه شخصيا. سجن ذات مرة لأنه خرج في مظاهرة ضد الاحتلال، فازداد قلقه نارا. كان فقيرا لكنه لم يكن أبدا فقير الإرادة. كان يعرف أن القدر كتب له شيئا مختلفا. وفي ليلة من ليالي الصحراء الصافية حدث نفسه: لماذا لا أكون أنا من يغير كل هذا؟ في الأول من أيلول سبتمبر عام 1969، بينما كان الملك إدريس في رحلة علاج خارج البلاد، تحركت مجموعة من الضباط الشبان بقيادة نقيب صغير في السن هو معمر القذافي. بدون إراقة دماء استولى على السلطة في انقلاب عسكري. كان لا يزال في 27 من عمره فقط. الشاب الفقير من الخيمة أصبح فجأة زعيما لأكبر بلد في أفريقيا. في البداية كان الجميع ينظر إليه على أنه البطل المنتظر. طرد القواعد الأجنبية واستعاد ثروات بلده النفطية، وبدأ في بناء المدارس والمستشفيات. كانت خطبه تأسر القلوب، وثوبه التقليدي يذكر الناس بأصله البسيط. كان يقول للناس: السلطة والثروة لكم، وكانوا يصدقونه. بنى المشاريع العظيمة مثل النهر الصناعي العملاق الذي كان حلما مستحيلا لتحويل الصحراء إلى جنة خضراء. تحدى الغرب ووقف في وجهه بكل شجاعة. أصبح صوت أفريقيا والعرب المهمشين. كان يحلم بأن يصبح ملك ملوك أفريقيا، وأن يصدر ثورته الخضراء إلى العالم أجمع. لكن من يصعد بسرعة هناك خطر للسقوط بسرعة أكبر. شيئا فشيئا بدأ الحلم يتحول إلى كابوس. الثائر الذي حارب الطغيان أصبح طاغية. الفتى الذي خرج من الخيمة بنى لنفسه قصورا فاخرة. الرجل الذي تحدث عن الحرية لم يعد يسمع إلا صوته. تحول الأخ القائد إلى أسطورة منعزلة. أحاط نفسه بثقافة الخوف. أي معارضة كانت تقمع بلا رحمة. أصبحت ليبيا سجنا كبيرا تحت قبضته. الغرب الذي تحداه مرة حاصره بقيود وعقوبات اقتصادية خانقة. مشروعه أصبح شماعة يعلق عليها تهما تبرر عزله. ثم جاءت شرارة الربيع العربي في 2011. انتفض الشعب الذي وعده بالسلطة والثروة. لم يصدق القذافي أن من كانوا يهتفون باسمه بالأمس يطالبون برحيله اليوم. رفض التنحي ووعدهم بالتطهير حيا حتى الموت. وفي النهاية وبعد حكم 4 عقود هرب القذافي في الأنفاق والأنقاض، متحدثا بأنه سوف ينتصر. وفي ذلك اليوم المشؤوم في 30 أكتوبر 2011 وجد على أطراف مصرف صحي في مسقط رأسه في سرت. الفتى الذي خرج من الصحراء عاد إليها جثة هامدة ممزقة يلتقط له صورا كأسوأ تذكار. أرجو الاشتراك أعزائي، للقاء.